حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. خلقنا من صحة ضلع. الحديث، أبي صحة صحيح. الحديث. أي طيب، صحيح. اللهم صل على محمد. استوصوا بالنساء خيرا، هل يشمل جميع النساء؟ كل النساء، استوصوا بالنساء خيرا، النساء كلهن. نعم. طيب، وش معنى فإنهن عوان عندكم؟ يعني حتى النساء لا المتبرجات والنساء اللي لا يخرجن بدون. لا احنا ما نريد نلعب هالشكل يا شيخ. احنا نريد ايش؟ نرجع الى النص: استوصوا بالنساء خيرا. تمام. في حديث: فإنهن خلقن من ضلع أعوج. تمام. وفي فإنهن أسيرات عندكم. عوان يعني أسيرات، عوان عندكم يعني أسيرات. تمام. الوصية هنا بارك الله فيك، أنا ذكرت هذا الأمر في مقطع كامل حتى ما يصير خلط. مسألة المتبرجة، خلينا نقول أنت زوجة متبرجة، تستوصي بها خيرا كيف؟ أن تأمرها بالحجاب، مو تطبطب عليه. وضحت؟ يعني ايش؟ تأمرها بالحجاب، تقول ايش؟ تلبسين الحجاب. مو يصير الانسان استوصوا بالنساء خيرا نفهمها انها دياء. تمام، حرف الثاء وراها وتاء مربوطه. لا، حلو. هذا فهم مغلوط، هذا فهم نسوي للحديث، هذا فهم انبطاحي من الموضحين. استوصوا بالنساء خيرا اي نأمر المرأة بالمعروف وننهاها عن المنكر. صحيح. وضحت هذا هو هذا معنى ذلك. نعم. طيب، السؤال الثاني: عندنا حنا هنا بالسعودية أي شخص له لحية يقولون له شيخ. ما في مشكلة. هل الشيخ تنطبق على أي شخص ملتحي، أو أن الشيخ هو الشيخ الرجل الكبير، يعني مثل ما ذكر الله؟ الشيخ يطلق على ايش؟ أو شيخ القبيلة عند البدو. هو هذا يطلق على رجال ثلاث في اللغة. يعني اللي عندنا اللي نعرفه احنا، يعني ان الشيخ اما ان يكون شيخ قبيلة، يعني الرجل الكبير يعني بالقبيلة، او الشيخ الرجل الكبير يعني الشايب. طيب، انت جاوبت الحمد لله. يعني اي، لكن شخص مثلا عمره 20 سنة مثلا رب اللحية، هل ينقال له شيخ؟ لان عندنا مجتمعنا اي واحد يحط له لحية مثلا التزم الرجال، ما في حرج. شيخ فلان، هل يطلق عليه الشيخ يعني؟ ما في حرج. طيب، السؤال الثالث والاخير. ما في حرج. نعم. مع اني ماني مقتنع انا، بس عاد الله يعطيك العافيه. لكن السؤال الثالث من وجهة نظر، هي يمكن الناس يقولون انه يعني من باب الاحترام يقولون له شيخ وكذا. السؤال الثالث اتوقع. فالسؤال الثالث: المنجارو تخفيف الوزن معروف. اذا كان وزنك مثلا 89 88، وش تنصح فيها المنجارو؟ ما انصح بها نهائيا. 89. انت ايش وزنك؟ 150. 89 89 الطول 170. تلتزم 3 اشهر يصير وزنك جميل جدا. يعني المنجارو تقريبا تنزل بالشهر تنزل تقريبا 4 كيلو. ما انصح. الله يعطيك العافيه شيخ، والله يجزاك خير وبيض الله وجهك. امين واياكم وجهك.